هي الكف عن ضرب الأنظمة أو إزاحة الأنظمة بالقوة، لأن مش من مسؤوليتي إن أجي أغير نظام دولة جنبي بالقوة. الشعوب دي مسؤوليتها، دي حق الشعوب. لكن أن تأتي قوة من الخارج وتنصف الأنظمة أو ترميها مبدأ خطير جدا حتى في العالم كله، فما بالكم في عالمنا العربي. الرأي العام المصري له كيانه ولو رأيه ما اقدرش اتجاهله ابدا، ومفيش رئيس دولة ابدا يقف ضد التيار ضد الرأي العام في بلده اذا كان هناك اجماع. مسألة قاعدة غلط ان انا اشيل نظام بقوة خارجية. الشعب يشيل نظامه، احنا بنعترف بالانظمة بتاع الشعوب، لكن انا اشيل من اجي بقى ما كل واحد يجي على بالك جنبه يروح خلع النظام بالقوة. الحقيقة انا شايف بصراحة الصورة السوداء، حكاية اصلا ربنا عارفه بالعقل، ما عانتش، ما انا عارف ان ده ينسفني وعاند. طب ما انا هروح، طب هل انا اروح في استفادة؟ لو اضحي بنفسي في سبيل شعب نضحي بمجموعة في سبيل امة لكن ده كله هيروح. طب وليه؟ وعندنا زعامات كويسة، ليه وربنا ادانا عقل نفكر بيه ومنطق.